اوعى تكون فاكر انك انت جمعت فلوس وربنا مطلعك. انت ربنا اختارك. ناس كتير معاها فلوس اللي ملقاش امكانيه، اللي وصل المطار ورجع على حاجه غلط، فربنا اختارك. تخيل ان ربنا مختارك، مطالب انك انت وانت بتتحرك دلوقتي انك تستغنى عن كل حاجه، استغنى عن اولادك، استغنى عن تليفونك، استغنى عن دنيتك. انت رايح للرسول عليه الصلاه والسلام بتعمل حجه. كل واحد ينزل الحمام يجدد وضوءه وينوي العمره بتاعته، وانوي من اول ما انت تكون تحت عند الحمام هتلاقي المسجد. انوي لا قدر الله الطيار وهو طاير قال احنا فوق الميقات وانت نايم، لو انت نويت وانت في المسجد انت خلاص دخلت في صفه العمره والدنيا معاك تمام، عشان ما تلاقيش حتى لو نايم. انوي انتوا اول ما تعدوا الجوازات تنزل تصلي ركعتين وتجدد وضوءك. طبعا كل واحد مجرد ما ينوي عليك محظورات الاحرام، ما ينفعش تحط طيب، ما ينفعش تحط عطر، ما ينفعش تخش تغسل ايدك بصابونه قبل ما تنوي براحتك. العمره ليها 4 اركان ما ينفعش توقعوا منهم ركن. الركن الاول وهو الاحرام. ان شاء الله تنوي من هنا، من اول ما تحرم، اول ما تنزل في مطار جده التلبيه سنه واجبه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. اعرف كده انت وانت بتلبي حواليك الطير والحجر بيلبي معاك، يعني كده اي حاجه في الدنيا كده بتسبح ربنا، فانت كنت سبب ان حواليك الطير والحجر ان هو يلبي معاك. فشوف بقى الاجر اللي انت بتاخده قد ايه. التلبيه دي لو انت لبيت بنيه صادقه ربنا يغفر لك ذنوبك بمجرد ما توصل هناك.